وكنشوف لي فار كنت باغي انا نشوفهم هذا العام في الشامبيونز ليغ في لي جروب، ما دازوش حتى في لي جروب. كنت نقدر نجيب رحيمي، كنت نقدر نجيب باتنا، كنت نقدر نجيب صلاح، كنت نقدر نجيب اخوماش، بزاف د اللاعبين في هذا البوست. بالحق اخترت سفيان، سي مون شوا، عندي الثقه اللي كبيره عليه. توت لي زيكيب لوميديتي خصنا حنا نعرفوا كيفاش نديروا باش نتادابطاو، خصنا نعرفوا نلعبوا بالريتم. اليوم في الصباح خرج الناخب الوطني وليد الركراكي في الندوه الصحفيه فين عطى لائحه 27 لاعب اوفيسيال اللي غيمثلوا المنتخب في لاكوب دافريك. اللائحه اللي قلت لكم ديجا غتخرج من اللائحه الاوليه اللي فيها 55 لاعب واللي يلا درنا عليها فيديو البارح. الركراكي ماشي قدم اللائحه فقط، بل جاوب على مجموعه ديال الاسئله اللي طرحتها عليه الصحافه. داكشي علاش في هذا الفيديو ماشي غنشوفوا اللائحه الاخيره للمستدعات فين نتعرفوا على احصائيات كل لاعب، بل نلخص لكم حتى الندوه وشنو جا فيها، خصوصا انها اثارت ضجه كبيره بسبب واحد السؤال. داكشي علاش كندعيكم تفرجوا حتى الاخر. ولكن قبل نخليكم مع ونكسبت لك تعتبر واحده من احسن المواقع اللي بغيتي تلعب على الفروق ديالك المفضله. هو ضروري ما تركزوا على ثلاثه الحوايج. اول حاجه وضروري مهمه، ضروري تكون فيه 18 عام. ثاني حاجه اللينك كيخدمها في المغرب. وثالث حاجه ما تنساش تخدم البرومو كود ديالي فر 11 باش يعطيك $130. ونصحكم حتى واحد الجروب تيليجرام اللي هو هذا اللي كتعتبر احسن جروب كاين الا بغيتي تلعب على الفروق المفضله ديالك. غنخليكم حتى هو في الديسكريبشن. ديكاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكسالى. الفيديو نقسموه لجوج ديال لي بارتي. الاولى نلخص لكم ابرز ما جا في الندوه الصحفيه، والثاني غنشوفوا اللعابه اللي تستدعوا فعلا اي دوك 27 لاعب والاحصائيات ديالهم بالضبط، المنافسات اللي مشاركين فيها، البيوت اللي ماركاو الا كانوا حراس، شحال من مره ما توركاش لهم بيت الى اخره بالتدقيق. نبداو بالبارتيه الاولى هي الندوه الصحفيه وشنو جا فيها. الندوه غتبدا بان واحد الصحفيه غتسول الركراكي واش اللعابه كتم المراقبه ديال مواقع التواصل الاجتماعي ديالهم في وسط الكومبيتيسيون باش يقدروا يتكونسونطراو اكثر، الا لا كل لاعب ديجا عارف شنو خاصو يدير، واخا انهم ديجا تجمعوا اي اللعابه والطاقم التقني الى اخره ودووا على التصريحات اللي تفادوا انهم يخرجوا بها باش يمثلوا المنتخب احسن تمثيل. يعني باختصار الطاقم التقني وكذا ما كيدخلوش في اللعابه كيقول بيه بعدوا من انستغرام كذا حتى اللعابه ديجا عارفين شنو خاصهم يديروا. موراها الركراكي غيتسول على الرطوبه اللي كاينه في الكوت ديفوار واللي طالما انا من المنتخب ديالنا ما كيلعب تم. قالوا لي راه غتافيكت المردوديه ديال اللعابه، خصوصا ان الاغلبيه اللي تم الاستدعاء ديالهم كيلعبوا في اوروب ما مولفينش داك المناخ. الركراكي غيجاوب ان داك الشيء امر عادي، فرجع المنتخبات خصها تادابط لديك الرطوبه ماشي على المنتخب المغربي. داكشي علاش اكثر حاجه خصنا نضبطوا هي امتى نرفعوا الايقاع وامتى نهبطوه. توت لي زيكيب لوميديتي خصنا حنا نعرفوا كيفاش نديروا باش نتادابطاو، خصنا نعرفوا نلعبوا بالريتم ونهبطوا الريتم اللي خصنا كيفاش خصنا نديروا غنتادابطاو في هادشي. ما بين اهم الاسئله اللي غيجيو عاوتاني هي علاش فضل اللاعب سفيان بوفال كيف ما غنشوفوا على سفيان الرحيمي باتنا الى اخره. قال لهم ان سفيان بوفال كان هو اصعب اختيار ليه في لا ليست كامله نظرا للمنافسه اللي كاينه في ذاك البوست، حيث انه كان بليسي وما شاركش بانتظام بسبب لافيش ديالو مع النادي في قطر. ولكن الركراكي وضح وبين انه وضع كل الثقه في بوفال نظرا للخبره اللي عنده. في نفس الندوه وليد الركراكي غيعلن انه غيكون ماتش ودي المنتخب الوطني ديالنا مع غامبيا نهار 7 في شهر 1، اي من شي 10 ايام. الماتش غيتلعب في الرباط، هو حتى شي واحد منا ما غيقدر يحضر ليه وحتى شي واحد منا ما غيقدر يتفرج فيه، غيكون في ابواب مسدوده بحال الماتش ديال مدغشقر اللي درناه وحنا كنبريباريو المونديال اللي عقلته باش حتى شي منتخب اخر من لافريك ما يحل الخطط اللي كيدرب عليها المدرب. فالماتش ما غيتنقلش وغيكون بلا حضور باش نوجدوا لا كوب دافريك اللي قال انا المنتخب ديالنا غيتنقل سيمانه قبل ما تبدا. اي مورا الماتش ديال غامبيا المنتخب غيشد الرحال لكوت ديفوار. الصحفيين غيدويو مع الركراكي وغيسولوا على الضغط اللي كيشكلوا علينا اننا حنا هما الرابعين في المونديال، دونك حنا جميع الاعين محطوط علينا في هاد لاكوب دافريك حيت حنا المرشح الابرز كيقولوا. قال لهم الركراكي انا هذا امر عادي وخاصنا نتعايشوا معاه واننا غنعطيو لكل منتخب الاهميه ديالو اللي كتخصو فين غنلعبوا حتى على الجانب النفساني ديال اللعابه. الركراكي غيختم بواحد الجواب اللي هو اللي اثار ضجه كبيره يكون طلع لكم في شيرين. وفي الاخر غيجاوب واحد الصحفيه يقول له واش بان لك ان شي لاعب ديال البطوله ماركه 30 بيت وما استدعيتوش؟ فين غيعطي مثال الفريق الجيش الملكي اللي بقى برا المنافسات الافريقيه كيف ما غنشوف، فين كل شيء خضع على انه كيمعني على اللعاب تحريمات ديال الجيش الملكي اللي بزاف كانوا كيطالبوا بانه يتم الاستدعاء ديالو، ولكن ما كان لا في اللائحه الاوليه لا في اللائحه النهائيه. كانوا اسئله اخرى كاصابه مزراوي، كاستبدال العملود بالشيبي، وعلى كيفاش ان الانديه الاوروبيه ما كتبغيش اللعابه ديالها يمشيو يشاركوا في لاكوب دافريك، ولكن هادو ما اهم مدار في لا كونفيرونس. انا لخصتها لكم. كانت هذه البارتيه الاولى. ندوزو للبارتيه الثانيه اللي نشوفوا اللعاب اللي جاوا في لا ليست فينال اي دوك 27 لاعب اللي ديجا تكونوا شفتوهم، مي غنزيدو نعطيو لي ستاتيستيك ديالهم كيفاش غادي الموسم ديالهم. ما بين اللائحه الاوليه اللي درنا عليها فيديو البارح واللائحه النهائيه اللي كاينه اليوم حاولنا نتوقعوا غلطنا في 3 الاسماء البارح اللي هما ديال شادي رياض، الشيبي والعزوزي. 3 من 27 هانيه ماشي مشكل واخا شرنا ليهم. دابا نمشيو لا ليست ونحللوها بوست بوست ولعاب بلعاب. نبداو بحراسه المرمى. في عندنا ياسين بونو حارس الهلال. بونو مشارك في 3 لي كومبيتيسيون مع النادي ديالو اللي هما الدوري السعودي اللي
متصدرينه، كاس الملك السعوديه اللي الفريق ديالو متاهل حاليا للربع النهائي، وكاس اسيا في الفريق ديالو داز مترأس المجموعه. يعني بونو مشارك على كل شيء اللي يقدر يشارك معاه مع الفريق ديالو وغادي مزيان ما تقسم حتى شي حاجه. في هذه المنافسات بثلاثه بونو لعب 21 ماتش، تماركاو عليه 7 البيوت وخلى الشباك ديالو نظيفه. سمع معايا مزيان، في 16 ماتش كيف ما سمعتي لعب 21 ماركاو 7 شباك نظيفه في 16. ندوزو الحارس الثاني ديال المنتخب الوطني اللي هو منير الكجوي او المحمدي، لاعب الوحده السعودي. منير مشارك في 2 منافسات بدلا من 3 حيث ان الفريق ديالو ما تاهلش لكاس اسيا، يعني هو مشارك في الدوري فين هما التاسعين فيه، وفي كاس الملك السعوديه اللي ديجا تقصاو منه في الثمن. في المحمدي ما بين الدوري والكاس لعب 14 ماتش، تماركاو عليه 24 بيت وخلى الشباك ديالو نظيف في 3 المباريات. ما تنساوش ان الدفاع اللي عند بونو ماشي هو الدفاع اللي عند المحمدي. على اين مشيو الحارس الثالث، دابا نمشيو من الدوري السعودي للدوري المغربي فين عندنا المهدي بن عبيد حارس الجيش الملكي. المهدي بن عبيد شارك في 2 منافسات مع الفريق ديالو الجيش الملكي اللي هما الدوري المغربي في الفريق ديالو حاليا متصدر، وشارك في اقصائيات دوري ابطال افريقيا، ولكن لسوء الحظ ما غيدوش لمرحله الجروبات في الفريق ديالو غيتقصى امام النجم الساحلي. ما بين الدوري والتصفيات المهدي بن عبيد لعب 16 ماتش، تلقى فيهم 13 هدف وخلى الشباك ديالو نظيفه في 6 الماتشات. كان هادو هما حراس المرمى ولي ستاتيستيك او الاحصائيات ديالهم. مشيو دابا للاظهره ديال المنتخب الوطني ديال لا ليست فينال. فين عندنا 4. الاول هو اشرف حكيمي لاعب ديال باريس سان جيرمان اللي مشارك حاليا بجوج ديال المنافسات مع الفريق ديالو في انتظار يبدا كاس الملك ديالهم. يعني حكيمي مشارك في الليغ 1 والتشامبيونز ليغ فين الدوري متصدروا، والتشامبيونز ليغ قدر الفريق ديالو يدوز للثمن النهائي بعد ما جاو الثانيين في مجموعه الموت. فما بين الدوري ودوري الابطال حكيمي لعب 20 ماتش فين ماركا 4 البيوت وعطى 4 لي زاسيست. نساوش راه داير. موراه عندنا محمد الشيبي اللي كيلعب في بيراميدز المصري. الشيبي مشارك في 2 ديال لي كومبيتيسيون اللي هما الدوري المصري اللي هما الثانيين فيه وعندهم ماتش روتار يعني يقدروا يوليو هما الاولين، ودوري ابطال افريقيا اللي هما الثالثين في المجموعه ديالو. ما بين الدوري ودوري ابطال افريقيا الشيبي لعب 12 ماتش في الماركا بيت وحط 3 ديال لي زاسيست. ندوزو لنصير مزراوي اللاعب ديال بايرن ميونخ واللي مصاب حاليا، نتمنوا يرجع في اقرب وقت. مزراوي مشارك في 4 لي كومبيتيسيون مع البايرن اللي هما البوندسليغا اللي هما الثانيين فيها، كاس المانيا اللي ديجا تقصاو منه وقصاهم فريق ديال الدرجه الثالثه تخيلوا في واحده من اكبر المفاجات، تشامبيونز ليغ اللي دازو دور الثمن باريحيه فين تصدروا المجموعه ديالهم مع كوبنهاغن، والسوبر كوب ديال الالمان اللي خسروها. ما بين هاد 4 المنافسات مزراوي لعب 17 ماتش فين ما ماركاش ولكن حط 4 لي زاسيست. واخيرا في الاظهره عندنا يحيى عطيه الله لاعب الوداد اللي مشارك في 3 لي كومبيتيسيون مع الفريق ديالو. الاولى هي الدوري المغربي فين جا ثالث في الترتيب بطوله ولكن عندهم 2 ماتشات روتار يعني يقدروا يلتحقوا بالمركز الاول ولا الثاني. مشارك في دوري ابطال افريقيا فين لسوء الحظ مره رابعين في المجموعه ديالهم، تمنوا انهم يداركوا الموقف باقي 2 ماتشات. والسوبر ليغ الافريقي اللي تلعب لاول مره واللي وصل فيه فريق الوداد حتى النهائي فين خسر مع سان داونز. ما بين هاد 3 المنافسات عطيه الله لعب 21 ماتش في الماركه 4 البيوت وحط 3 لي زاسيست. دوز دابا لي زاكس ولا المدافعين. اول واحد نايف اكراد لاعب ديال ويست هام اللي مشارك في 3 لي كومبيتيسيون مع الفريق ديالو. الاولى هي البريمير ليغ فين جاو هما الثامنين في الترتيب، المنافسه الثانيه هي الاوروبا ليغ فين ترأسوا المجموعه ديالهم وقدروا يدوزوا لدور الثمن. الثالث هو الكاراباو كاب اللي قصاتهم منها ليفربول مؤخرا من دور الربع. ما بين هاد 3 لي كومبيتيسيون نايف اكراد لعب 21 ماتش فين على الرغم من انه مدافع ماركا 2 ديال البيوت وحط اسيست. نمشيو عند غانم سايس كابيتان ديال المنتخب لاعب ديال الشباب السعودي اللي مشارك في 2 ديال لي كومبيتيسيون مع النادي ديالو. الاولى هي الدوري السعودي فين هما 14 والثانيه هي كاس الملك السعوديه او كاس السعوديه اللي تقصوا في الربع قصاتهم النصر ديال رونالدو. ما بين هاد 2 ديال لي كومبيتيسيون سايس لعب 14 ماتش فين ماركا 3 البيوت. نمشيو لفرنسا عند يونس عبد الحميد لاعب ديال ستاد دو غانس اللي مشارك في كومبيتيسيون وحده اللي هي الدوري الفرنسي والليغ 1 اللي مكلاسي فيها الفريق ديالو هو الثامن، وفين عبد الحميد لعب 16 ماتش اللي قدر يماركي فيهم 3 البيوت. نمشيو لاسبانيا عند شادي رياض لاعب ديال ريال بيتيس اللي مشارك في 2 ديال لي كومبيتيسيون مع النادي ديالو اللي هي لا ليغا الاسبانيه اللي هما السابعين فيها حاليا وكوبا ديل ري اللي قدروا يوصلوا لدور 16 فيها. شادي رياض ما بين هاد 2 المنافسات لعب 15 ماتش وباقي ما قدرش يماركي مع النادي ديالو. نبقاو في اسبانيا مع عبد الكبير ابقر لاعب ديال الافيس اللي مشارك في 2 ديال لي كومبيتيسيون مع النادي ديالو اللي هو لا ليغا الاسبانيه وكوبا ديل ري. في لا ليغا هما 16 بينما الكوبا ديل ري حتى هما في دور 16. والغريب هو انه شادي رياض وعبد الكبير ابقر غيواجهوا بعضياتهم في دور 16. عبد الكبير لعب 14 ماتش مع النادي ديالو فين حتى هو ما حالفوش الحظ باش يماركي. باي ذا ما تنساش انا مدافع ما مطالبش انه يماركي اصلا، كان عندكم هاد الاحصائيات. رغم ذلك عندنا مدافعين كيماركيو. نمشيو لوسط الميدان الدفاعي فين عندنا سفيان امرابط لاعب ديال مانشستر يونايتد اللي لعب 3 المنافسات مع النادي ديالو اللي هما الدوري الانجليزي اللي هما السادسين فيه، الشامبيونز ليغ اللي تقصاو منها اللي هما الرابعين في الجروب، والكاراباو كاب اللي تقصاو من الثمن.
يعني امرابط بقى لاعب على الدوري الانجليزي حاليا. ما بين ثلاثه المنافسات امرابط لعب 17 ماتش، في المازال ما حالفوش الحظ باش يماركي مع النادي ديالو. مشيو عنده سام العزوزي وسط الميدان الدفاعي الثاني عندنا، لاعب ديال بولونيا، مفاجاه ديال الدوري الايطالي، لاعب اللي تو شفناه مع المنتخب تحت 23 سنه، في اللعب مع النادي ديالو جوج منافسات اللي هما الدوري الايطالي والكوبا ديال ايطاليا او كاس ايطاليا. في الدوري الفريق ديالو هو الرابع، وفي كاس ايطاليا النادي ديالو قدر يقصي الانتر فين دازوا الربع النهائي. ما بين المنافسات بجوج اي الدوري والكاس، العزوزي لعب 11 ماتش فين قدر يحط اسيست. دوز دابا لوسط الميدان، فين عندنا عز الدين وناحي لاعب ديال مارسي اللي لعب 3 المنافسات معاهم، فيهم الدوري الفرنسي فين كلاسين هما السادسين، تصفيه دوري ابطال اوروبا اللي تقصوا منه وبالتالي مشاو اليوروبا ليغ اللي قدروا يجيو هما الثانيين في المجموعه ديالهم وضمنوا التاهل للدور المقبل في المنافسه. ما بين ثلاثه المنافسات عز الدين وناحي لعب 17 ماتش فين قدر يماركي جوج بيوت. مشيو عند امين حارث زميل وناحي في الفريق كنطبقوا عليه نفس الحوايج، غا هو لعب 24 ماتش ماركا فيهم جوج وحط 6 لي زاسيست. مشيو عند امين ولا ميشايل ريتشاردسون لاعب ديال ستاد دو غانس، زميل ديال يونس عبد الحميد اللي لعب 14 ماتش قدر يماركي فيهم 3 البيوت وحط اسيست. مشيو عند بلال الخانوس لاعب ديال جنك البلجيكي اللي سمع معايا مزيان، لعب في 5 المنافسات اللي هما الدوري البلجيكي اللي هما الرابعين فيه، تصفيات دوري ابطال اوروبا تقصوا منها، تصفيات اليوروبا ليغ تقصوا منها، تصفيات الكونفرنس ليغ اللي تاهلوا منها، والكونفرنس ليغ اللي تقصوا منها حتى هي حتى جاو هما الثالثين في المجموعه. زيد عليها حتى كاس بلجيكا اللي تقصوا من دور الثمن ديالها. ما بين هاد المنافسات كامله شفتهم كثار، الخانوس لعب 34 ماتش فين ماركا 3 وحط 5 لي زاسيست. مشيو عند سليم مملاح لاسبانيا الفريق فالنسيا اللي لعب معاهم جوج منافسات اللي هما الدوري الاسباني فين كلاسين هما العاشرين، وكوبا ديل ري في النادي ديالو حاليا كيتواجد في دور 16. سليم مملاح لعب مع الفريق ديالو 14 ماتش فين قدر يحط اسيست. مشيو عند اسماعيل السيباري لاعب ديال بي اس في ايندهوفن في هولندا اللي لعب معاهم 4 المنافسات، الدوري الهولندي اللي مكلاسين فيه هما الاولين باريحيه، تصفيه دوري الابطال اللي دازوا منها، دوري الابطال اللي قدروا يجيو هما الثانيين في المجموعه ديالهم ويدوزوا للدور المقبل، والسوبر كوب او كاس يوان كرويف اللي ربحوها. ما بين هاد المنافسات بربعه السيباري لعب 25 ماتش قدر يماركي فيهم 7 البيوتا ويحط 3 لي زاسيست. شو دابا الاجنحه فين بداو مع حكيم زياش لاعب ديال غالاتا سراي التركي. زياش لعب على جوج منافسات اللي هما الدوري التركي في النادي ديالو هو الثاني عب فريق الاهداف عنده نص نقاط ديال الاول، ودوري ابطال اوروبا اللي سوء الحظ جاو هما الثالثين في الجروب ديالهم بالتالي دازوا اليوروبا ليغ. زياش في جوج ديال لي كومبيتيسيون لعب 14 ماتش فين ماركا 4 البيوت وحط جوج ديال لي زاسيست. نمشيو دابا للالمان عند امين هادلي لاعب ديال باير ليفركوزن، فريق اللي داج اوروبا كامله، اللي لعب 3 المنافسات مع النادي ديالو، البوندسليغا فين هما الاولين، اليوروبا ليغ فين تصدروا المجموعه ديالهم، وكاس المانيا فين حاليا وصلوا الربع النهائي، يعني يقدروا يديو كلشي. ما بين 3 المنافسات امين هادلي لعب 20 ماتش فين ماركا 5 البيوت وحط 8 لي زاسيست. شو دابا عند بوفال لاعب ديال الريان القطري اللي لعب مع 3 الماتشات في هذا الموسم حاليا واللي مازال ما ماركاش معاهم. واخيرا في الاجنحه عندنا عبد الصمد الزلزولي لاعب ديال ريال بيتيس زميل ديال شادي رياض اللي لعب 24 ماتش وماركا 5 البيوت. اخيرا وليس اخيرا عندنا المهاجمين فين بداو بطريقه تيسوداري لاعب ديال كاجنت بلجيكي حتى هو اللي لعب 4 المنافسات مع النادي ديالو، الدوري البلجيكي فين هما الثالثين، تصفيات الكونفرنس ليغ اللي دازوا منها، الكونفرنس ليغ اللي جاو هما الثانيين المجموعه ديالهم بالتالي دازوا، وكاس بلجيكا اللي تاهلوا للربع النهائي. ما بين هاد المنافسات بربعه تيسوداري لعب 33 ماتش فين ماركا سمع معايا مزيان 15 بيت وحط 6 لي زاسيست، راه اون فورم ديال بصح. نمشيو لليونان عند ايوب الكعبي لاعب ديال اولمبياكوس اللي لعب 3 المنافسات مع النادي ديالو، الاولى هي الدوري اليوناني فين هما الثالثين، الثانيه هي تصفيات اليوروبا ليغ اللي تاهلوا منها، والثالثه هي اليوروبا ليغ كان طاح في نفس الجروب ديال الاكراد ويست هام، ملي سوء الحظ جاو هما الثالثين وما قدروش يدوزوا. الكعبي في 3 لي كومبيتيسيون لعب 25 ماتش فين ماركا 12 بيت حتى هو اون فورم. واللاعب الاخر في القائمه او المهاجم الاخير هو يوسف النصيري لاعب ديال سيفيا اللي لعب 4 المنافسات مع النادي ديالو اللي هما الدوري الاسباني فين سيفيا عنده موسم كارثي هي 15 في الدوري، لعب الشامبيونز ليغ فين خرجوا من الاخرين في المجموعه ديالهم، ما مشاوش حتى اليوروبا ليغ المنافسه المفضله ديالهم يا سورتي ماشي ديال نصير مهاجم، والكوبا ديل ري اللي حاليا كيتواجدوا في دور 16. ما بين هاد 4 لي كومبيتيسيون النصيري لعب 25 ماتش فين ماركا 9 وحط 2 ديال لي زاسيست، يعني كون كان الفريق شويه يقدر يعاونو اكثر وبيان سور شفنا دي ستاتس كبار عند النصيري. كانت هذه الاحصائيات والمنافسات اللي مشاركين او جاو منها اللعابه اللي غيمثلوا المنتخب في كاس افريقيا. نتمنى دابا تكون عندكم رؤيه اوضح على كاع اللعابه في اللاعبين، الستاتس ديالهم، الاهداف والبرفورمانس ديالهم، الارقام ما كيكذبوش. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، قولوا لي واش بغيتوا تبقاو متبعين كاس افريقيا بحال هكا، وهذا ما كان معكم فاروق لايف. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، نتلاقاو في الجاي، تهلاو لي في راسكم. كتقول لي مي امور كنقول لها كارينيا، عمري شفت شي تشيكا بحالك هكدا ونيه، ما كرهتش انا وياك حبايبي نديرو نينيا.